قصة غريبة: الرجل الذي دفن نفسه حيا ليختبر الموت. فحدثت المفاجأة. في واحدة من أغرب التجارب التي قام بها إنسان، قرر رجل في الهند يدعى سانجاي شرما أن يدفن نفسه حيا لمدة 3 ساعات ليختبر شعور الموت والبعث من جديد، لكنه لم يكن يتوقع ما سيحدث له تحت الأرض. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. التجربة المجنونة. سانجاي، وهو رجل في الأربعينات من عمره، كان مهووسا بفكرة الحياة بعد الموت، وكان يعتقد أن الإنسان يمكنه البقاء حيا تحت الأرض لفترة طويلة إذا تحكم في تنفسه مثل رهبان التبت. لذلك قرر أن يجرب بنفسه، فحفر قبرا بعمق 2 متر في حديقة منزله، واتفق مع صديقه على دفنه وإخراجه بعد 3 ساعات. تم تجهيز القبر بأنبوب صغير يسمح بدخول بعض الهواء، لكنه لم يكن كافيا. الرعب يبدأ تحت الأرض. بعد ساعة واحدة فقط، بدأ سانجاي يشعر بنقص الأكسجين، وضغط التربة من حوله جعله غير قادر على الحركة. حاول أن يصرخ أو يهز التابوت المؤقت، لكن لا أحد كان يسمعه. شعر بالخوف الحقيقي لأول مرة. هل سيموت هنا؟ هل كانت فكرة غبية؟ بعد ساعتين بدأ يفقد الوعي، وتذكر كل أخطائه في الحياة، وشعر كأنه يحاسب على كل شيء فعله. المفاجأة غير المتوقعة. صديقه الذي كان من المفترض أن يخرجه غفى على الأريكة ونسي الأمر تماما، ولم يتذكره إلا بعد 5 ساعات. عندما هرع إلى القبر وحفر التربة بسرعة، وجد سانجاي بلا حركة، شاحبا، وتنفسه ضعيف جدا. تم نقله إلى المستشفى، وأخبره الأطباء أنه كان على حافة الموت، ولو تأخر صديقه نصف ساعة أخرى لكان مات مختنقا. العبرة من القصة: عندما استيقظ سانجاي، قال إنه تعلم أهم درس في حياته: الموت ليس تجربة، ولا يمكن اللعب به. الحياة أثمن مما نتخيل، وكل لحظة فيها نعمة لازم نقدرها. ماذا